بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نبدأ بسم الله ونقول لكم السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي من جديد. اليوم الوصفة هي طريقة إعداد كسكسي كناف وإلا السفة وإلا الفرفوشة. التسمية تختلف ويبقى ديما كسكسي بنين شيء كبير. أول حاجة حطيت الماء يسخن في المرميطة توا باش نحضر الكسكسي. باش نحط عليه طريف زيت نحركه بالباهي بالزيت. بالنسبة للكسكسي حطيت قرابة الكيلو 3-4 نص كيلو زيت شوي باهي. بعد حركته هكا بالزيت توا باش نضيف البسباس قصيته نظفته الساعة من الاول ومن بعد قصيته وغسلته بالباهي وتوا باش نحطه على الكسكسي من غير ما نبل الكسكسي بالماء، يعني داب ما عملته بالزيت. توا باش نحط البسباس نتاعنا الطريقه دي ونحركوه بالباهي مع الكسكسي. لازمنا نخلطوه بالباهي كيما تشوفوا. توا حركت الكسكسي والبسباس بالباهي كيما تشوفوا. توا باش نحطه يفور باهي. توا باش ننتقلوا لتحضير الصوص. اول حاجه قصيت البصل برشا بصل وحطيت عليهم الزيت كميه باهيه سواء زيت زيتونه والا خلطه بالزيت النباتي. نحطوه يتقلب بالباهي على الغاز. في الاثناء نعملوا نظره للكسكسي نتاعنا كما تشوفوا فيه بدا يفور، يعني امورنا ماشيه مريقله. نحركوه شوي بالباهي ومن بعد توا باش نشوفوا مع بعضنا اللفاحات اللي باش نفوحوا بهم الصوص. عندي 3 ملاعق طماطم، تابل كروية، كركم، فلفل مرحي، هريسة عربي، برشا ثوم. بالنسبة للملح من بعد باش نضيفوه بعد لا نمرقوا الصوص متاعنا بالماء. من بعد لا تقلل البصل بالباهي باش نضيف الطماطم فقط، نحركوه بالباهي ونحطوه على النار حتى يتقلى بالباهي. من بعد لا قلينا الطماطم توا باش نضيفوا بقية البهارات من تابل كروية والثوم والفلفل المرحي والهريسة العربي الكلنا باش نهبطوهم توا في الكسرونة متاعنا ونعاودوا نحركوا بالباهي ونرجعوهم على الغاز. نخلوهم يتقلوا شوي ومن بعد باش نمرقوهم بالماء. ان شاء الله بحول الله باش يعجبكم الفيديو. وصفة سهلة جدا اقتصادية وسريعة في كل شيء في الوقت. طريقة التحضير ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك حتى تصلكم وصفاتي. كما تشوفوا نمرقوها بالماء، ما نكثروش برشا من الماء خاطر هي الصوص ما فيها حد شيء بطبيعتها باش فيسا باش تحضر. اكثر حاجة هي الفرفوشة هكا ولا السفة تحب ديما البصل والثوم اكثر حاجة دي يبنوا الماكلة. ونرجعها على الغاز نخلوها تطيب بالباهي. لهنا اضفت الملح حسب الذوق باهي. بعد لا حطيناها على الغاز توا كيما تشوفوا الكسكسي متاعنا والبسباس فور بالباهي حذر يعني طاب بالقدا. هذه حكاية وارتحنا منها. توا بقت لنا كان الصوص نبقى نتبعوا فيها حتى نتحضر وبحول الله باش تجينا صوص بنينة ياسر. في الاخير لهنايا الصوص متاعنا تقريبا حضرت باش نضيفوا الفلفل الاكحل وباش نضيف فلفل اخضر قصيته بالطريقة هذه يعطي نكهة باهية للصوص. نحركوها ونخلوها توا نرجعها مرة اخرى اخيرة على الغاز شوي بركة من الوقت ومن بعد نطفوا عليه باهي. توا كل شيء يحضر الا هنايا باش نخلط الفرفوشة والا السفة والا الكناف. التسميات تختلف لكن البنة بصراحة لذيذ جدا باهي. توا باش نضيف الصوص ونبقى نحرك حتى نتحصلوا على الكسكسي اللي نحبوه نحنا، يعني مريق للصوص متاعو ويبدأ اموره مريقلة.
توا كملت خلطته كيما تشوفوا المنظر برك الشهي والريحة ما نحكي لكمش بنين ياسر. هذه من الوصفات التونسية ويجي شيء كبير. وهذا وقته تو للكناف نعملوه بالبسبيس العربي ولا بالبسبيس العادي. نزين الصحين من فوق بالصوص بطريف فلفل مقلي وشوية زيتون يجي صحين يعمل 66 كيف. شكرا على المتابعة وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. بحول الله تجربوها الوصفة، طريقة سهلة بسيطة اقتصادية وسريعة التحضير والنتيجة رائعة. ما تنسوش أعزائي المشاهدين الضغط على زر الإعجاب والاشتراك حتى تصلكم وصفاتي. وتوا ما بقى لي كنقولكم إلى اللقاء في فيديو جديد.